مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم معايا النهاردة في برنامج جديد باسم جديد من واقع الحياة. هقول خرابيش وهقول خيانة، ولكن خيانة من واقع الحياة فهنقول عليها خرابيش. أولا الموضوع النهاردة في سائلة اتصلت بيا وسألتني وحبت تتكلم معايا. الموضوع يا جماعة باستفاضة، الموضوع كبير جدا بجد. ليه الخيانة؟ ليه إن أنا أكون بحب حد وبعتبره صديق أو أعتبرها صديقة، وأول حد يطعني اللي هو بيقولوا عليه صديق وقريب ومن قلبك حبيب. طيب إيه المشكلة وإيه القصة؟ السائلة بتقول أنا زوجة وأم لطفلين، بنت وولد. البنت تبلغ من العمر 18 عام، الولد يبلغ من العمر 13 عام، يعني في مرحلة الطفولة، مرحلة خطر. البنت طبعا هنقول في المرحلة اللي هي الخطر، سن المراهقة، وانتوا عارفين ما بعد ذلك. طيب الأم ابتلاها الله عز وجل بمرض القنصر، عافانا الله وإياكم. طبعا القنصر جه في مكان وتوغل منه، وهنقول إن هي تعبانة جدا. طبعا هي كان في حدث عندها ابتلاء قبل منه، إن هي افتقدت الأب. الأم بعد كده الأخ، والأخ كان قريب منها جدا وكانت بتحبه جدا. طبعا عاشت دور ألم وصعب، يعني مش قادرة أوصفه لكم لأن أكيد وصفه هيكون بالنسبة لي غير الوصف اللي هي حسيته وكانت عايشاه. الموضوع بكل ما فيه ابتليت في الأول بجلطة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى شفاها الحمد لله، ولكن هي فيها بعض يعني الوعكات اللي هي الصحية من تعبها بسبب الجلطة. بعد كده زي ما بنقول ابتليت بالقنصر. فطبعا زوجها كان كويس معاها جدا، كان بيحب ولاده وبيحب بيته وبيحب زوجته. كل ما في الأمر بعد كده تحول تماما. بسبب ايه بقى؟ تعالوا نشوف السبب الحقيقي. ان الصديقة اللي كانت بتخش عندها البيت وبتقعد معاها وتتكلم معاها وهي كانت فاكراها اختها طبعا وحبيبتها، بدأت تعمل ايه؟ تحسسها ان هي الجانب الطيب، الجانب اللي هو الحلو زي ما بيقولوا، اللي هو هيسندها. من هنا بدأت تقول لها انا هنضف لك البيت، انا هاخد بالي من ولادك والدنيا هتمشي تمام، اهم حاجه صحتك وخدي بالك من نفسك وانا جنبك. فبدأت طبعا شعورها زي اي ست مصريه بتحب الخير وحاسه ان دي اختها وصديقتها وحبيبتها، فبدأت تديها الامان. ايه اللي حصل بعد ما اديتها الامان؟ هي طعنتها، وهي دي الخيانه. بدأت بقى إن هي تعمل الأكل وتروق لها البيت، وبعد كده واحدة واحدة بقت تخش على مرحلة تانية اللي هي مرحلة الزوج. بقت تخش تصحي زوجها وتتكلم معاه وتتعامل معاه. طبعا مريض القنصر يا جماعة أما بياخد جرعة الكيماوي، عافانا الله وإياكم، بيكون تعبان جدا جدا لدرجة إن هو ما بيبقاش قادر أصلا يقوم من على الأرض أو حتى ياخد نفسه. فهي طبعا كانت بتكون تعبانة جدا، فعندها نوع من الارتياح النفسي إن أختها جنبها. لكن هنا الخيانة كانت كبيرة. إزاي؟ إن هي خانتها وطعنتها، إن هي بدأت تاخد منها زوجها، فخدته بالفعل وهي كل ده مأمناها ومش حاسة بأي حاجة، وهي برضه بتخش البيت. بدأ بقى الزوج يعمل إيه؟ يدعي عليها ويقول لها بعد المعاملة الحلوة يا ريت لو كان مرض السرطان في مخك كان ريحنا منك مرة واحدة. طيب ليه يا جماعة؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فين الرحمة في ده والإحساس بالمريض اللي بيبقى محتاج لإيد تطبطب عليه وقلب ياخده في حضنه وحد يواسيه بكلمة حلوة؟ وبنقول 99 من نسبة العلاج النفسية، وهي بالعكس بدأت النفسية توصل لمرحلة الحضيض، يعني مرحلة الصفر. فطبعا واحدة واحدة بدأت إن هي تفتقد كل قواها الصحية. طيب هل الزوج وهل الصديقة دي ما فكرتش في الولد والبنت؟ إيه مصيرهم لو الأم دي الزوجة دي جرالها شيء؟ لا طبعا ما فكرتش.
بالتالي الزوج بدأ بقى يعمل حاجات غريبة وسخيفة، بدأ إن هو يبيع الحاجات بتاعت البيت واحدة واحدة، فباع كل محتويات البيت، مفيش غير حاجة واحدة بس اللي هي تقريبا قالت لي بطانية زي ما هي ذكرت. فالأولاد طبعا بيحسوا بوحدتهم جدا وبيحزنوا ويزعلوا عليها. فإيه الحل؟ الأم مش قادرة إن ولادها يناموا على الأرض قدامها، فبقوا يناموا على البطانية. لما ما بتتغطاش طبعا هي بقت تعبانة جدا. فهنا الموضوع كبير جدا. عايزين نقول يعني فين الرحمة؟ فطبعا المفروض إن الأهل، الجيران، الناس القريبين منا لازم ياخدوا بالهم من الجار، وده حق الجار على جاره. أما الأهل فليهم مكانة كبيرة أوي في حياتنا، المفروض إن هم بيسألوا علينا أين التودد وأين صلة الأرحام. الله عز وجل يقول: من قطعها قطعته ومن وصلها وصلته. لمن؟ لقاطع صلة الأرحام. طيب دي حاجة. الحاجة التانية نرجع لكلامنا المفيد، إن فين الزوج من ده؟ وليه إن هو يعمل كل ده؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال: وجعلنا بينكم مودة ورحمة وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وربنا سبحانه وتعالى قالها كده؟ لا، ما قالهاش كده. وربنا قالها للبشرية عشان تتعلم صح، عشان يكونوا عارفين يعني إيه محبة ويعني إيه رحمة، وعارفين يعني إيه صلة أرحام، وعارفين يعني إيه مودة. طيب ونرجع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال يعني في حجة الوداع: استوصوا بالنساء خير فإنهم ضعفاء. يا ريت نعمل بحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكلام رب العالمين. رجل ولا كمان أوصف. يا بنات الصعيد جدعان، أيوة جدعان، ولو رجعنا لهم هيقولوا فيهم كلام وأشعار. ولما أحب أشعر وأقول في أبويا كلام كتير، أرجع لكم باللهجة واللغة الصعيدية. أيوة، لأني أنا صعيدية، وده شرف يزيدني فخر، ما يقلش مني أبدا. بالنسبة للبت المصرية، بصلها كده هتلاقيها لابسة بنطلون وماشية بشعرها وعمالة تتمخطر وتتخايل، ولا هممها جدع ولا هممها حمول. بابا، رسالة مني ليك، هقول لك كلام كتير محفور جوايا، أنا بنتك. لو عاد أبي أحلم بالحلوى، ما الحلوى؟ هل تنعم بيها أنظاري؟ كل الأطفال لهم لعبي وأنا ألهو بالأحجار. لو عاد أبي. ممكن يكونوا كلمتين وبساط، لكن ليهم معنى كبير أوي جوه قلبي. ياه، قلبي اتكسر، موجوع أوي، نفسي حد يداويه، بس مين؟